تخيل كده، تصحى يوم وتكتشف إن الأرض قلبت من جوه. مش يعني اتشقلبت أو بقى اللي فوق تحت، لأ، أنا بتكلم عن قلبها الحقيقي، نواة الأرض، الحتة اللي في النص اللي محدش شايفها، بس هي اللي ماسكة الكوكب كله. إيه اللي ممكن يحصل لو النواة دي اتشقلبت؟ هل هنعيش؟ ولا الأرض كلها هتولع؟ تعالوا نفهم مع بعض. أول حاجة، نواة الأرض دي أصلاً إيه؟ الأرض من جوه عاملة زي بصلة، طبقة فوق طبقة فوق طبقة. أول طبقة هي القشرة اللي إحنا عايشين عليها، بعدها طبقة اسمها الوشاح، وتحت خالص في النص فيه النواة، ودي أهم جزء في الكوكب كله. النواة دي فيها جزئين: نواة خارجية سايلة سخنة جدا حوالي 4000 ل 6000 درجة مئوية، نواة داخلية صلبة من الحديد والنيكل حرارتها زي سطح الشمس تقريبا. النواة دي هي اللي بتولد المجال المغناطيسي للأرض، وده بقى اللي بيحمينا من الإشعاعات القاتلة اللي جاية من الشمس. يعني من غيرها مفيش حياة كانت هتستمر. طيب لو النواة اتشقلبت، في نظرية اسمها reverse polarity أو انعكاس الأقطاب، وده فعلا بيحصل طبيعي كل كام مليون سنة، بس ببطء جدا جدا. يعني القطب الشمالي الجغرافي بيفضل مكانه، بس القطب المغناطيسي بيتبدل، يبقى اللي فوق تحت واللي تحت فوق. ده لو حصل بسرعة الدنيا هتتلخبط، البوصلة هتدوخ، والأجهزة اللي بتعتمد على المجال المغناطيسي هتتلخبط، والطيور اللي بتهاجر بالمغناطيس ممكن تضل طريقها. بس في فرق بين انعكاس الأقطاب وقلب النواة نفسها. لو النواة فعلا قلبت فجأة، يعني السائل جواها لف الاتجاه العكسي، المجال المغناطيسي ممكن ينهار تماما لفترة، وساعتها الأشعة فوق البنفسجية من الشمس هتدخل للأرض من غير حماية، وده ممكن يدمر جزء كبير من الغلاف الجوي، والنتيجة احتباس حراري رهيب، أمراض جلدية، وانقراض لأنواع من الكائنات. طب هل بقى ممكن يحصل فعلا؟ العلماء بيقولوا مش بسهولة، لأن النواة محمية بوشاح تخين جدا. بس الغريب إن في إشارات إن النواة الداخلية فعلا بتتباطأ شوية عن دوران الأرض، وده اكتشفوه سنة 2023 لما لاحظوا إن الزلازل بيتغير توقيتها بشكل طفيف. يعني ببساطة في احتمال إن النواة بتلف أبطأ أو أسرع من سطح الأرض أوقات، وده ممكن يأثر على المجال المغناطيسي بشكل بطيء جدا على مدى آلاف السنين. يعني لو في قلب للنواة مش هيكون فجأة، لكن تدريجي جدا لدرجة إننا مش هنحس بيه، بس هيسيب أثر على الكوكب كله. طيب خلينا نتخيل إن النواة فعلا قلبت فجأة. أول حاجة، المجال المغناطيسي يختفي تقريبا، الشفق القطبي هيظهر في أماكن غريبة، ممكن تشوفه في القاهرة مثلا. الأقمار الصناعية ممكن تتحرق بسبب الإشعاع، الطقس هيتأثر، أعاصير قوية، تغيرات مفاجئة في الحرارة، البوصلة هتبوظ تماما، مفيش شمال ولا جنوب. والحيوانات اللي بتستخدم المجال المغناطيسي زي السلاحف والحمام ممكن تتوه وما تعرفش ترجع. والبشر هيبدأوا يحاولوا يطوروا تقنيات تحمي الكوكب صناعيا، زي درع مغناطيسي من الأقمار الصناعية. وده مش خيال، لأ، ده ناسا فعلا بيدرسوا الموضوع ده. طيب ليه النواة مهمة كده؟ ببساطة هي قلب الأرض بمعنى الكلمة. لو بطلت تشتغل الكوكب هيخسر التوازن، حتى دوران الأرض ممكن يتأثر، واليوم نفسه ممكن يبقى أطول أو أقصر شوية. الطاقة اللي جاية من جوه النواة هي اللي بتحرك الصفائح التكتونية،
يعني الزلازل والبراكين وتكون الجبال، كل ده بسبب إنها سخنة ونشيطة. لو الحرارة دي وقفت، الأرض هتبرد ببطء، وساعتها مش هيكون في نشاط جيولوجي ولا براكين ولا دورة حياة جديدة للمعادن. بمعنى تاني، الأرض هتموت من جوه لبره. فلو الأرض فعلا قلبت من جوه، مش بس هيبوظ المجال المغناطيسي، لكن كمان التوازن الحراري والجغرافي للكرة الأرضية كلها. بس الجميل في الموضوع إن الأرض ذكية بطريقتها، بتتغير وبتتأقلم وبتعيد توازنها لوحدها ببطء بس بثبات. وساعتها لازم نقف لحظة ونفكر، إزاي كوكب ضخم بالحجم ده ماشي بنظام دقيق كده، من أول حركة النواة لحد آخر نسمة هوا حوالينا، كل حاجة ماشية بتوازن غريب فعلا. توازن ما ينفعش يكون صدفة أبدا. وده يورينا قد إيه قدرة ربنا عظيمة، وإزاي خلق نظام دقيق بيخلي الأرض دي تفضل متماسكة لحد النهاردة، رغم كل اللي بيحصل فيها من تغيرات وزلازل وانفجارات. وفي النهاية، السؤال الحقيقي مش لو الأرض اتقلبت من جوه هيحصل إيه، لكن السؤال، إحنا نفسنا هنقدر نتأقلم لو ده حصل؟ ولو السؤال ده خلاك تفكر، تابعني واعمل لايك وشير علشان دايما بنجاوب على كل سؤال بيخطر في بالك.